من أول ما وصل النازيين للسلطة وحكم هتلر ألمانيا سنة 1933 وهم كان عندهم رؤية محددة وواضحة للسيطرة على كل جوانب الحياة ومنها طبعا الفن والموسيقى. فالنازيين ما كانوش بيشوفوا في الفن أداة تعبير ولا حتى وسيلة ترفيه، دول كانوا بيشوفوا فيه أداة وسلاح قوي ممكن يتحكموا بيه في عقول الناس ومشاعرهم. وطبعا ما كانش في حد أشطر من وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز في استخدام السلاح ده. سنة 1933 أول سنة على حكم النازي لألمانيا أسس جوزيف جوبلز مؤسسة جديدة اسمها غرفة موسيقى الرايخ، واللي كانت تابعة لمكتب الدولة للثقافة. والغرفة دي كان عندها هدف واضح ومحدد، وهو تنظيم وإدارة الحياة الموسيقية في ألمانيا لخدمة الأيديولوجية النازية. وده بقى معناه إيه؟ إن الغرفة دي هي المسؤولة عن مراقبة الموسيقيين والملحنين ومراجعة أعمالهم ومراقبة كل الأنشطة الموسيقية في ألمانيا، وكمان منع الموسيقيين غير الآريين وبالتحديد اليهود من إنهم يشتغلوا أو يقدموا أعمالهم الفنية على الأراضي الألمانية. أما آخر حاجة بقى فهي دعم الموسيقى المتماشية مع الثقافة الألمانية النقية وحظر ومنع الموسيقى المنحطة. والمصطلحين دول هم اللي اعتمد عليهم النظام النازي في السيطرة على الفن والموسيقى في ألمانيا.